قوم نطلع مشوار على الغابة رح روح معاه على الغابة، لو بياخدني على راس الجبل رح روح معاه على راس الجبل. فيك تحكي لنا للي ما بيعرف بعد شو اللي صار أو اللي ما بيعرف شو كان السبب، حكي لنا هالقصة هيدي. القصة صارت بأنه نحن نزلنا 3 أشخاص من ألمانيا. حلو. 3 رفقات، أنا وآرام وفي شخص ثالث معنا. نزلنا على سوريا، أخذنا بيت وقعدنا فيه نحن 3. فجأة بيوم من الأيام الشخص الثالث يلي نزل معنا هو اللي خطفنا. هي شغل العالم ما بيعرفوها، انه كيف صارت عمليه الخطف. هو مو عصابه والله غريبه شافت انه طارق والله يمكن نزل على سوريا ومعاه مصاري وخطفوه، لا هو شخص بيعرفني وقريب مني ورفيقي. يعني نزلت انت وشخص من هون من ألمانيا وهو اللي خطفك بقلب سوريا؟ نزلنا 3. ايه خطفنا نحن 2. هذا هو خطف شخصين وليس شخص. الثالث يعني هو الثالث خطف الاثنين اللي نزلتوا مع بعضكم انتوا. تماما. نزلت تقريبا مع صديقك. تماما. فهو ما كان موضوع ذكاء انه يخطفنا، لانه هو منطقيا لو محاكيني وقايل لي طارق قوم نطلع مشوار على الغابه رح روح معاه على الغابه، لو بياخدني على راس الجبل رح روح معاه على راس الجبل. شخص وين ما ياخدني باي ساعه كان هو حروح معاه لانه رفيقي منطقيا.